الزمالك واتحاد العاصمه، رساله لكل لعيبه نادي الزمالك، احنا والله ما هنحط عليكم ضغط. انتوا بجد شرفتونا لحد دلوقتي، يعني النهارده قبل الماتش اهو بنقول لكم انتوا شرفتونا، انتوا رفعتوا راسنا، احنا واثقين فيكم، احنا مش عايزين نعمل عليكم اي ضغط خالص، لان احنا عارفين ان انتوا جبتوا اخركم. بس انا عايز اقول لهم كلمتين من الاخر. انت كنت بتعوم في المحيط وخلاص، فاضل 30 متر بس، 30 متر وتوصل على الشط. يعني انا كمشجع خلاص شايف الشط قدام مني. 3 ماتشات بس، 3 ماتشات، مش عايز اصعبها عليك ومش عايز اسهلها عليك. تخيل نادي الزمالك بالموسم الكارثي ده، بالموسم الصعب ده، ب 16 ايقاف قيد، باهم لعيبه عنده بتسيبه، ما فيهوش فلوس، لعيبه اشتريناها طلعت في شنك، والنهارده فاضلوا 3 ماتشات، لو كسبهم او حتى تعادلهم، ومالكش دعوه بموضوع تعادلهم ده خالص، دي ايه حاجه كده ايه في دماغي. تخيل النهارده لو الزمالك اتعادل في الجزائر 1-1 وجه هنا ان شاء الله وتعادل مثلا 0-0 وتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0، اخد بطولتين في 10 ايام. بس انا مش عايز اسهلها، لان لعيبه نادي الزمالك لو لعبت على التعادل لا قدر الله هنتغلب. فانا بقول لك الموضوع سهل بس مش بسهلهولك. انا النهارده ان شاء الله اطلع بنتيجه ايجابيه، وربنا يكرمني بقى في الماتشين الجايين. يعني انا اضعف الايمان ان شاء الله 0-0 او 1-1 او لا قدر الله اتغلب 2-1. بس اهم حاجه باذن الله اجيب هناك جون يسهل من مأموريتي هنا في استاد القاهره. بس خلي بالك من حاجه مهمه، انت هتلعب النهارده وعندك ماتش تاني يوم السبت اللي جاي، فده ممكن يدينا ايه نفس وراحه. بس اهم في الموضوع انا عايز لعيبه نادي الزمالك رجاله يلعبوا بقلب. ربنا يرحم ابو الكابتن محمد شحاته يا رب ويدخلوا الجنه، وان شاء الله الكابتن محمد شحاته يركز في الماتش ويعمل اللي عليه. انا برضو والدي والله لسه متوفي من حوالي 4 شهور، وكانت الدنيا معايا مكركبه شويه بعديها، بس بفضل الله والحمد لله تجاوزت المحنه. وانت يا كابتن محمد ان شاء الله تتجاوز المحنه، وان شاء الله تهدي الروح وتهدي للجمهور المكسب بالكونفدراليه، وده هيساعدنا ان شاء الله على الفوز ببطوله الدوري. رسالتي بقى لعيبه نادي الزمالك ان والله الماتش ده محتاج رجاله، مع احترامي للكابتن معتمد جمال، محتاج رجاله محتاج رجاله محتاج رجاله، بغض النظر عن كلام المدرب. يعني ان شاء الله الكابتن معتمد جمال بس يحط التشكيل الصح ويصنفر الحته دي، لان انا شايف حاجه مهمه النهارده المفروض تبقى في تشكيله نادي الزمالك او تتغير في تشكيله نادي الزمالك. انا شايف من دراستي لفريق اتحاد العاصمه ان الدفاع بتاعهم متوتر وبايظ. يعني المفروض النهارده الكابتن معتمد جمال يلعب بعدي الدباغ مهاجم صريح في الصندوق. عدي الدباغ النهارده في الصندوق كمهاجم، هو باذن الله اللي هيخلص لك الماتش. اي كلام تاني بتاع المدرب خلاص ده بتاع المدرب، بس النهارده الكره في رجل اللعيبه، العب راجل هتكسب. كل لعيبه نادي الزمالك ليكم الشكر للمرحله اللي انتوا وصلتونا فيها لحد دلوقتي، بجد احنا بنشكركم، انتوا اللي محللين الدوري لغايه دلوقتي. تخيل لو الزمالك كان كتيان من اول الدوري، كان زمان خلاص بيراميدز اخد الدوري والاهلي خلاص تاني، هما الاثنين دوري ابطال افريقيا واحنا في الكونفدراليه زي كل سنه. انتوا اللي محللين الدوري، انتوا اللي مخلين الدوري سسبنس جامد قوي عند الزملكاويه وعند الاهلاويه وعند بعض البيراميدزاويه او بعض الاهلاويه والزملكاويه، لان في اهلاويه يقول لك ايه بيراميدز ياخد الدوري بس الزمالك ما ياخدوش، الزملكاويه يقول لك ايه بيراميدز ياخد الدوري بس الاهلي ما ياخدوش. ففي سسبنس جامد قوي انت اللي عامله يا زمالك بالحاله اللي انت فيها، فحافظ عليها. ربنا يكرمنا النهارده ان شاء الله. انا مش هحط اضغوط، انا كل ما هنالك ان انا عايزكم رجاله في الملعب، 11 راجل في الملعب، اي نتيجه تعملوها هقول لكم برافو، بس على شرط نشوفكم رجاله. طبعا لو الفيديو عجبك اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، والسلام عليكم.